هذا هو الموقع ديال المشروع هنايا. اذا هذا هو الشارع الكبير ديال المحاميد اللي كيدي للمطار واللي كيدي للمدينه وكل شيء. اذا هذا هو الشارع الكبير ديال المحاميد، الحي ديال المحاميد. هنايا القواس راه معروفين في المحاميد، في مراكش ديال القواس. وهنايا اون فاس ليهم غادي تلقاو المركب، هذا المركب الرياضي. والمشروع هو هذا تيشوف فيهم. اذا المشروع سميتو اقامه البركه، إقامة ديال البركة. هنا الأرقام ديالهم، إذا مكتب البيع كاين. إذا اون فاس القواس. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتدعموني بلايك وشي كومونتير زوين بحالكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا لاباس وفي احسن الاحوال وتكون اموركم كلها مزيانه. فيديو جديد ونهار جديد، فيديو جديد مع واحد الغيبه اللي هي طويله بزاف. ان شاء الله تكون عوده اللي هي موفقه وبكم ان شاء الله. حبيت انني نشارك معكم هذا الفيديو هذا ديال العقار. الناس اللي كتبحث على شقق في مراكش، الناس اللي عندها يعني اهتمام بهاد الفيديوهات هذه. هادو الشقق اللي هو نوع من السكن، شقق من نوع من السكن الاقتصادي. 25 مليون. اذا جوج ديال الغرف وصالون ب25 مليون، وكاين حتى 3 ديال الغرف. اذا هنايا حاولت انني نصور لكم. اذا هذا هو الصالون اللي هو عريض، ماشي بحال دوك الصالونات اللي كيكونوا غير طوالين ومضيقين. هنايا دائما ركزوا فاش تكونوا كتشوفوا يعني هذا النوع ديال الشقق، ركزوا على الفينيسيون ماشي على الفراش غير كيساعدنا كيفاش ناخذوا فكره وكيفاش نفرشوا، كيبان لينا داكشي زويون. ولكن دائما ردوا البال الفينيسيون، لان الدار الشقه ديالكم غادي تعطى لكم خاويه، ما غاديش تعطى لكم مفرشه وبهذا الشكل هذا. اذا هنايا كاين المطبخ اللي حتى هو زويون بواحد المعايير اللي هي مزيانه صراحه بالنسبه للسكن الاقتصادي. فهاد الفينيسيون فراه مزيانه. عنده واحد البالكون، هذه ميزه كذلك في المطبخ اللي يمكن لكم انكم تستغلوها. بزاف ديال الحوايج كما كنعرفوا السكن الاقتصادي كتكون المساحه ديالو صغيره، وكيبغيو شي بليصات هكا فين نستغلوهم. هنايا عندنا الحمام. انا راه غنعاود نرجع لكم حاجه بحاجه ان شاء الله. حمام اللي هو كبير كيف ما كتشوفوا ومريح وزويون ومصلوح مزيان. يعني هاد النوع ديال السكن الاقتصادي 25 مليون. هاد الشقة هادي المساحة ديالها 58 متر. 58 متر. فاش غادي تمشيو عندهم غادي تلقاو شقق كيبداو من 50 حتى ل 58 متر. اذا 58 متر هي اكبر مساحه كاينه. هادو اللي فيهم جوج ديال الغرف وصالون، غير هي راه مفصله مزيان وكتبان كبر من المساحه ديالها. هنايا عندنا الغرفه الاولى. هانتوما كتشوفوا النوامس بجوج بهم، وكاين داك طابل دو نوي راه كاين الفراغ بينهم. وعندنا كذلك غرفه اخرى. اذا هنايا رجعت لكم الصالون. كيف ما كتشوفوا قلت لكم ركزوا دائما على الفينيسيون يعني الصباغه، نوع ديال الخيال، نوعيه جيده يعني ديال الصباغه. هادشي اللي كاين دابا على الموضه وكيجي زوين وكيجي راقي. صالون عريض، هذا هو اللي عجبني فيه، يعني صالون كبير ماشي مضيق وصغيور. هنايا عندنا القبص اللي هو سامبل وزويون فيه البلافون، يعني القبص اللي هو مخدوم. وهذا النوع ديال الفينيسيون كيمكن لكم تلقاوها في السكن الاجتماعي او السكن المتوسط. يعني باش تلقاو سكن اقتصادي هكا، فداكشي باش انا صورت لكم بهذا البارطمات. اذا هنايا هاد الكليسه هذه اللي يمكن لكم ديروا كليسه هكذا، او اللي يمكن لكم ديروا شي طابله مونجي، او لا تكملوه كامل صالون بلدي، كل واحد شنو كيبغي. اذا الصالون دائما هنايا كاين، كتحلوا الباب كتلقاو على يديكم اليمين. كما قلت لكم صالون كبير بالنسبه للسكن الاقتصادي، وبالنسبه للمساحه ديالها 58 متر، فهو راه مفصل مزيان. هنايا تتلقاو اون فاس لكم، هنا كاين في الحمام وكاينه هاد البليصه هذه اللي يمكن لكم تستغلوها كذلك. هنا كاين المطبخ. كما كتشوفوا معايا المطبخ فهو راه كافي. كاين عندنا هنايا يعني الجرانيت، دايرين الجرانيت ماشي الرخام، لان الرخام هذا اللي كيديروه كيكون داك الاسود، كيكون شي بعض المرات رخيص في الثمن ديالو، ولكن غير كتحطوا عليه الحامض ولا الخل ولا هذا كيطبق عليكم. فما كاين ما احسن الجرانيت. كاين فيه بالكون اللي يمكن لكم تستغلوه ديروا فيه ماكينه ديال الصابون. اذا هنايا الدوش، الطواليت فهو كبير. عندنا هاد المبل ديال الدوش، هاد الفاسك هذا زوين، نوعيه زوينه. وعندنا هاد الزاج اللي هو ديال الطايب
الزاج اللي هو طرومبي ديال الدوش اللي دابا ولا كاين يعني على صيحات الموضة، وكيجي زويون وكيجي راقي شيء مختلف أحسن من الألمنيوم. الزليج اللي هو يعني الشكل ديالو زويون وسامبل، والحمام فهو كافي وكبيبر، يعني ما كتحتاج لكمش بأنكم تعاودوا إصلاحات في هاد الشقة هادي. هادي هنايا عندنا الغرفة الأولى اللي فيها كما قلت لكم راه كبيرة. عندنا البلاصة ديال المكتب اللي يمكن لكم تستغلوها وديروا واحد البلاكار اللي يشد لكم من راس للراس، وما تنساوش الاشتراك مرة أخرى، وشكرا لكم. هنايا كيف ما قلت لكم عاود صورت لكم هنايا هاد الدخيلة هنايا خارجة من الصالون. إذا هنايا عندنا هاد الدخيله الصغيره اللي قلت لكم يمكن لكم تستغلوها، شي طابله صغيره ياكلوا فيها الوليدات باش ما يوسخوش لكم، اللي قريبه للمطبخ. هنايا انا غادي نحل معكم هنايا هاد المجوره وهاد البلاكارات باش تشوفوا الفينيسيون اللي دايرينها. قلت لكم فينيسيون هنا زويونه، نوعيه زوينه ديال الام دي اف. شوفوا هنايا لاهوت، هاد النوعيه زوينه، وكذلك لافابو. اذا هاد الشكل ديال الفينيسيون كنلقاو كما قلت لكم في السكن الاجتماعي، السكن المتوسط ديال لينوكس. وعندنا الجرانيت هنايا. وعندنا هنا يمكن لكم تحطوا معلقات، يعني كل واحد راه عارفه شنو غيحط. ما تبارك الله السيدات البيوت راهم عارفين شنو غادي يديروا. وهنايا فهي كافيه. وعندنا البلاصه ديال الثلاجه. عندنا داك البالكون اللي هو مهم كيف ما قلت لكم تحطوا فيه ماكينه ديال الصابون، يعني غادي يزيد يعني مهم جدا في الكوزينه. عندكم يعني كوزنه ماشي مضيقه، راه زوينه. هادشي دائما تنهضر على المساحه ديال السكن الاقتصادي، فهي مفصله. هاد البليصه انايا صورتها وعاود صورتها لكم باش تشوفوها في التخيله. يمكن لكم ديروا فيها شي مبل ديال الصبابط اولا شي مبل هكا، كيف ما بغيتو، شي مدخل ديال البيت، اولا ديروا فيها شي طابله مونجي صغيره للدراري ياكلوا فيها. انا عاوتاني صورت لكم الصالون، فهو صالون اللي هو عريض. هنايا عندنا البيت كما قلت لكم الاول، فهو كبير وعريض كذلك. القبص نوعيه يعني سامبل. وفي بلاصه هنا ديال البيرو يمكن لكم ديروا كما قلت لكم شي بلاكار. وعندنا الزليج اللي هو عادي، النوعيه ديال الابواب مزيانين هانتوما كتشوفوا. هنايا الغرفه الثانيه فيها بلاكار، فيها ناموسيه اللي هي كبيره، وفيها كذلك بالكون، يعني مشمشين مزيانين. هنا يمكن لكم تزيدوا بلاكار، اذا فيها بالكون. اذا هذه الشقه النموذجيه. هاد الشقق اللي فيهم جوج البيوتا وصالون، المساحه ديالهم من 50 متر حتى ل 58 متر. الثمن ديالهم 25 مليون، تسبيق 7 المليون. ولكن يمكن لكم ويمكن لهم يتفاهموا معكم في الثمن، يعني بداك التسبيق ينقصوا لكم شي حاجه، يعني هضروا. انا ني كنوصل لكم المعلومه، ولكن نتوما سيروا برجليكم وشوفوا اشنو كاين، وسقسيو على راسكم مزيان مزيان، يعني في كل صغيره وفي كل كبيره، وحاولوا تناقشوا معاهم. بالنسبه للشقق، كاينين شقق كذلك اللي فيهم 3 ديال لي شومبر، باقي فيهم بروميير دوزيام تروازيام، باقي فيهم كلشي. كاين فيهم 3 ديال لي شومبر، المساحه ديالهم 70 متر. المساحه ديالهم 70 متر، اذا كبارين على هادو. التسبيق 15 مليون. وكذلك كما قلت لكم تفاهموا معاهم في هذاك التسبيق الا حاولوا ينقصوا لكم شي حاجه. اذا هاد الشقق هادو غادي يتسلموا في شهر 6، يعني بقى لهم 5 شهور وغادي يتم التسليم ديالهم. يعني راه تقريبا كملوا كاملين، يعني بقاو غير الفينيسيون. شقق اللي هي مزيانين، نوعيه مزيانه، وشقق اللي هما سكن اقتصادي وبمساحه في صاله اللي هي مزيانه، وموقع كذلك اللي هو زوين، موقع ديال المحامد اللي كيعجب بزاف ديال الناس. موقع اللي هو زوين بالقرب ديالو الجامع عرفنا المدينه، القرب ديالو الكيليز، يعني الناس خارج مراكش او الناس ديال مراكش راه سولوا على المحامد، فهو موقع ديالو راهو مزيان، يعني احسن. يعني بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في المسيره ولا الدوديات كيكون بالنسبه لهم كيليز ولا جامع فنا كتكون شويه بعيده. اذا هاني صورت لكم الموقع كذلك في الاخر باش تعرفوه. اذا هي القواس القاعه المغطاه فهم وحدهم. هنايا وصلت النهايه ديال الفيديو. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعموا هذه القناه هذه وتبارطاجيوها مع
أهلكم وأحبابكم وأصدقائكم، وتكتبوا لي شي كومونتير لايك أو لا تعاونوا يعني ولو بنقطة واحدة، اكتبوا لي تعليق فيه نقطة أو لا أي حاجة. وشكرا جزيلا للمتابعة، ومرحبا بكم في قناة ليلى المراكشية، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد. كنتمنى أنها تكون عودة يعني موفقة، وهذا النوع ديال الفيديوهات يكونوا عجبوكم، وأنني قربت لكم معلومة. كيف ما كنقول لكم دائما يعني سقسيو على راسكم، سولوا على راسكم. انا كتبان لي حاجه مزيانه كنحطها لكم، ولكن نتوما سولوا على راسكم مزيان. وشكرا جزيلا لكم، الى الملتقى ان شاء الله، ومع السلامه. إلى اللقاء.